اوكي. انا اكون بخير وانا جاي اقيم وارتب افلام كريستوفر نولان كلها. السبب اللي انا بعمل الفيديو دوت ان في كذا حد منشني قريب في فيديو كان حد بيرتب كل الافلام بتاعه كريستوفر نولان، ويمكن ترتيبهم يعني الشخص ده او كده، يعني مع احترامي طبعا لرايه، بس الناس ما كانتش مبسوطه يعني بالراي بتاعه فمنشنوني. طبعا شاكر ان هم واثقين في ذوقي يعني، بس مش بالضروره يكون برضو رايي متوافق مع كل الناس اللي هتبقى بتشوف الفيديو دوت. انا قدامي كل الافلام بما فيهم ذا اوديسي اللي هو لسه نازل. ففي باتمان بيجنز، في دونكيرك، في انسبشن، فولوينج، انسومنيا، انترستيلر، ميمنتو، اوبنهايمر، تينت، ذا دارك نايت، ذا دارك نايت رايزز، وبرستيج، وذا اوديسي. الترتيب وانا بحطه هتلاقيني يعني حاجة مثلا حاططها يعني في الخامس، وبعدين حسيت وانا بحط لا ده ممكن يبقى ينزل تحت او يطلع. وعايز اقول لك ان الترتيب اللي انا هقوله دلوقتي بصفة كبيرة بيفضل شبه ثابت معايا فترة، ولكن ما بين كل مركز والتاني ممكن في حاجات بتختلف بصورة دورية. يعني ممكن حاجة مثلا التالت تقلب الرابع، آه، لو سألتني مثلا كمان سنة ولا حاجة زي كده. لكن overall الترتيب مش هيتغير قوي. يلا نبتدي. alright، أنا عندي هنا في باتمان بيجنز أول واحد. باتمان بيجنز بالنسبة لي فيلم مظلوم بالنسبة لأفلام كريستوفر نولان. هو بيقارنوه دايما بالثلاثية بتاعته، وفي ناس كتير بتعتبره إن هو الأقل في الثلاثية ديت. أنا هقول رأي يعني أخدت وقت علشان أوصل له. يعني أنا وقت ما كنت شفت الفيلم دوت في السينما، الكلام ده في 2005، كنت شايفه إن هو فيلم هايل طبعا، ولكن أنا احترمته أكتر مع الوقت. يعني عايز أقول إن أنا في فترة كنت شايف طبعا دارك نايت ده يعني هو الأفضل بلا جدال يعني. لكن باتمان بيجنز مع الوقت ابتديت أحترمه بصورة مقاربة لدارك نايت. شوف بقى وصلت لإيه. باتمان بيجنز بيحكي عن يعني الحدوتة بتاعة بروس وين بالتفصيل، رحلة الإنسان نفسه. آم، ما ينفعش دارك نايت يكون بنفس القوة بتاعته من غير ما باتمان بيجنز يكون وصل للمرتبة اللي هو وصل ليها. فأنا هحط باتمان بيجنز مبدئيا في المركز الثالث، ممكن يتغير وأنا بحط دلوقتي مين فوق مين أو كده. المنافسة هتكون صعبة جدا، في أفلام كتيرة جدا حلوة هنا، فهنشوف هيحصل إيه. دونكيرك فيلم كسينما فيلم كويس، ولكن مش من الأفلام اللي أنا ممكن أرجع لها كتير. أنا متهيألي هحط دونكيرك في المركز العاشر مبدئيا. فيلم لما يجي حد يقول لي تنصح يعني الناس اللي بتتفرج على سينما أو كده ترشح لهم إيه من أفلام نولان، دونكيرك هيكون من أقل الأفلام اللي ممكن أرشحها. هو بيحاول يقول حاجة مغرية. مغرية لإيه؟ مغرية للناس اللي هي بتحلل يعني سياسة وعايزين يشوفوا الرسائل اللي من ورا الفيلم دوت إيه، مش الحبكة نفسها، مفيش حبكة تقريبا يعني. هو من غير ما أحرق، هو بيحكي قصة نصر جاية من هزيمة. واعتبر إن يوم الهزيمة اللي هو لما تيجي تبص كده ورا القلم ده يوم هزيمة، هو يوم النصر. مش عايز أحرق تفاصيل زي ما قُلت. أنا شايف إن في بعض الإهدار للمواهب اللي اشتركت في الفيلم دوّة، ومش من حتى الأفضل في الgenre بتاعته. يعني بنتكلم في أفلام الحروب مثلًا أو الأفلام الواقعية، أو الأفلام اللي بتتناول الحرب العالمية التانية بالذات. Dunkirk مش من أقوى الأفلام ديّة، برغم إن مصروف عليه ومصروف عليه حلو أوي. يمكن تكون واحدة من محاولات نولان إن هو ياخد الأوسكار قبل ما ياخدها أخيرا في أوبنهايمر. alright، انسبشن. انسبشن أنا دخلته بالصدفة سينما، كان ده 2010، وتحول في وقت من الأوقات لأفضل فيلم لنولان في فترة كبيرة جدا من حياتي. و- ويمكن من أفضل الأفلام الخيال العلمي. وفي فترة كده الفيلم اترقى ووصل عندي إن هو بقى من أفضل 10 أفلام اتعملت.
في تاريخ السينما، مش بس نولان. يعني سهل ان تكون من احسن 10 افلام لنولان، يعني هو عنده كام فيلم يعني. لكن مع الوقت انسبشن يمكن عشان شفته كتير قوي وحفظته، فترتيبه عندي قل شويه، قل شويه. لكن لازال برضه هو فيلم جيد جدا. انا هحطه مبدئيا دلوقتي في المركز الثالث مع باتمان بيجنز، لحد ما ابتدي افلتر مين يروح فين. لو انا عندي مقارنة سريعة كده بين باتمان بيجنز وبين انسبشن، هيبقى صعب. ممكن اجل المنافسة دي لحد ما ندخل افلام تانية معانا في الزحمة اللي فوق ديت، وهنفلترها لكم اكتر. فولوينج ده اول فيلم، آه، او فيلم معروف على الاقل يعني لكريستوفر نولان. كان ليه افلام طبعا قبل كده، قبل فولوينج، مش معروفة للجميع، في الخانة بقى بتاعت الافلام التجريبية والافلام القصيرة او كده. ولكن بنتكلم على افلام التجارية، يمكن فولوينج هو من الاوائل. انا هحط فولوينج في المركز الاخير بالاشتراك مع واحد تاني لسه هنحطه برضه في المركز الاخير مؤقتا. وليه بقول كده؟ لان انا شايف ان من الظلم ان احنا نقيم فولوينج. الفيلم دوت كان محاولة من نولان البي ار، الراجل هو لسه بيعمل براندنج لنفسه، ان هو يعمل تقديم لشغله قدام الاستوديوهات، يقول لهم بصوا انا عملت الفيلم دوت حرفيا ب 3 مليم حرفيا. فايه رايكم لو اديتوني ميزانيه اكبر شويه ممكن اعمل لكم ايه؟ فهو كان ديمو، فما اقدرش اقول ان هو فيلم اقدر اقارنه ببقيه افلام كريستوفر نولان، والا هبقى بظلمه زي ما قلت. فانا متخيل انا هسيبه هنا لفتره. انسomnia، انسomnia هحطه في المركز التاسع مبدئيا. برضو مع الوقت هبتدي في حاجات تتحط فوق حاجات تانية، ولكن هو مبدئيا في المركز التاسع. معلش انا ارفعه للثامن، هرفعه للثامن مبدئيا. انسomnia فيلم انا سعيد ان كريستوفر نولان ما استمرش في السكة ديت كتير. دي السكة اللي هي كان بيبتدي يتحول فيها لمخرج يقدر الاستوديوهات تعتمد عليه بشدة، وتقول احنا عايزين الراجل دوت معانا، عايزين الراجل دوت نديله اي سكريبت وتفضل اعمل لنا الفيلم بتاعه. في مخرجين كتير بتشتغل كده، وفي مخرجين كتير يحبوا ان هم يشتغلوا كده، وبالنسبه ده مصدر رزق. ان هو انا كده سعيد ان دايما الاستوديوهات تعرف تعتمد عليا ويدوني اي فيلم. انا صنايعي شاطر وما تقلقوش، ادوني بس السكريبت وانا هتعامل. شوفوا هتدوني ميزانيه كام وانا برضه هتعامل. فهو كان لازم يعدي على المرحله ديت، وهو قدر ان هو يطلع منها بسرعه، وانا بحييه بصراحه على حاجه زي كده. ومن بعد المرحلة دي كريستوفر نولان بقى بيعمل حاجة من اتنين: يا إما بيعمل الأفلام اللي هو عايزها فعلا، يا إما هو بيعمل الأفلام اللي مطلوبة من الاستوديوهات بس بالطريقة اللي هو عايزها. يعني بيتشرط وبيغير فيها وبيظبطها وبيأيفها بالطريقة اللي تناسبه هو. فيمكن يكون انسomnia هو من أواخر الأفلام اللي يمكن تكون مش واخد هو الفول كنترول مثلا او حاجه زي كده. انترستيلر انا هحطه رقم واحد، ومن الصعب ان في حاجه تاخد المكان بتاعه، بس هنشوف ميبي برضو. انا قاعد بفكر معاكم في حاجات تتغير، ويمكن لا برضو هيبان واحنا بنفكر مع بعض. طيب ميمنتو. ميمنتو هو اول فيلم تجاري بجد بقى، يعني بعد فولوينج خلاص احنا شفنا انت تقدر تعمل ايه، ورينا بقى يا باشا شغلك او كده. فيلم أنا قعدت مشاهدته تاني في السينما قريب، كان اتعرض في سينما زاوية من سنتين حوالي. سعيد إن هو طبعا حصل فيه حاجة زي كده وأنا كيفت ليه؟ لأن أنت لما تيجي تشوف الفيلم دوت بمقاييس 2024 أو 2025 مقارنة بوقت ما نزل، I think كان نزل 2000 2002 حاجة زي كده. طبعا كان يعني حاجة تقول الله إيه ده؟ إيه الكتابة الحلوة دي؟ إزاي يعني إزاي المخرج والكاتب، ما هو برضه هو بيكتب مع أخوه يعني هما الاتنين، إزاي طلعوا بفكرة زي دي ونفذوها صح؟ لأن الفكرة دي كانت ممكن تبوظ تماما لو اتحطت مع مخرج مش مربط الموضوع بتاعه مظبوط. الفيلم ده حريف، فيلم كويس قوي، فيلم يخليك
مش عارف ان انت يعني تبص يمين ولا شمال كده وانت بتتفرج عليه. لو سرحت لمدة دقيقة الفيلم ده باظ خلاص، مش هينفع ان انت تكمله، محتاج ان انت تعيد مشاهدته، وانا هنا مش ببالغ على الاطلاق. فيلم منتو فيلم مصنوع بإتقان، فيلم أقدر أرشحه بجدية شديدة، أحطه مبدئيا في المركز السادس. أوبنهايمر. طيب ناس كتير هتضايق مني هنا. أم، هقول لكم، أنا شايف أوبنهايمر هو أكتر فيلم أوفر ريتد في تاريخ أفلام كريستوفر نولان كلها. فيلم أنا لا أتفق مع الرسالة بتاعته، ولا أتفق مع التنازلات والموائمات اللي هو عملها كريستوفر نولان، اللي كانت بداية بقى للوجه الجديد لكريستوفر نولان، اللي أنا بحترمه برضو وكل حاجة. راجل عايز يفضل يكون ريليفنت في سوق، يعني معطياته مختلفة خالص عن معطيات سينما ما قبل بداية الألفية. نتكلم بقى أي حاجة قبل 2008 و2009 وكده، كل اللي قبل بقى كان سينما، كل اللي بعد كده سينما تانية خالص بمجريات تانية خالص، في عالم جديد، عالم بتحكمه أجندات صوابية سياسية وأفروسنتريك وما شابه، وناحية تانية بيحكموا آراء الأجيال الجديدة من خلال السوشيال ميديا، بعد ما كانوا بيتلقوا من جهات يعني إعلامية مرموقة، نختلف معاها أو نتفق، بس يجب أن نعترف إن هي كان ليها الخبرة بتاعتها. آم، إحنا جينا بقى شفنا لقينا إن الوضع هنا مختلف، لقينا إن أنت محتاج إن أنت تغير استراتيجية تسويقك للأفلام عشان تقدر تكون relevant. أنا شايف إن أوبنهايمر صحيح قدم فيه بعض التنازلات، ولكن ده ما خلاهوش فيلم وحش، هو لازال برضه فيلم كويس أقدر إن أنا أرشحه، وإن كان مش بنفس جدية ترشيحي لأفلام تانية. زي ما قلت برضه مش متفق 100% مع رسالته، وشايفه التبرئة يعني لمجرم حرب، يعني ده أنا أعترف يعني. تتفق معايا او تختلف طبعا ده حقك، ولكن انا بقول رأيي في اوبنهايمر انه كده كده بعيدا عن الرسالة بتاعته، هو فيلم اخد بروباجندا اكبر بكتير مما يستحق. حتى المشاهد اللي الناس كانت مستنية انها تتعرض بصورة معينة، لا الهالة كانت فيك، كانت فيك فعلا. مع ذلك انا مش بقول انه هياخد المركز الاخير مثلا او حاجة زي كده. انا هحط اوبنهايمر في المركز التاسع فوق دونكيرك مبدئيا لحد ما نشوف هيحصل ايه. تينت. تينت هو كانت محاولة منه ان هو يرجع للوقت بتاع انسبشن، وفي تشابه كبير جدا بين تينت وبين انسبشن وبينه وبين ميمنتو برضو على فكرة، بس التنفيذ كان مش الافضل. وانا بحاسس ان كريستوفر نولان هنا ما كانش براحته. مش عارف بقى كان عليه ضغوط من الاستوديو في الاختيارات مثلا، آه، في التعامل، وده الفيلم اللي هو خلاه يسيب بعد كده الاستوديو اللي معاه ورنر براذرز ويروح يشتغل مع يونيفرسال. فايه كواليس اللي ادت لكده معرفش، بس المنتج اللي قدامنا هنا هو فيلم كان ممكن يكون هايل، في فيلن ممتاز، وفي رسالة. أنا يعني سميتها وقتها لما كنت بحكي عن الفيلم ده، هي المعكوس بتاعة فيلم انترستيلر، من غير ما أحرق أي حاجة. اللي يعني ذاكر انترستيلر، الفيلم ده هو عكسه، الفيلم ده هو اللي بيقول سيناريو ماذا لو مختلف، لو كان الدنيا مشيتش بسكة انترستيلر، طب كانت هتمشي بسكة تينت. أنا هحط تينت في المركز العاشر مع دانكيرك مبدئيا. خش بقى في الزحمة بتاعة دارك نايت رايزز وبرستيج وذا اوديسي. تعال نشوف الأول موضوع دارك نايت ودارك نايت رايزز. ده محتاج بقى نفكر كده وإيه، ونشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي. دارك نايت. دارك نايت. alright.
ماشي. انا بعمل دلوقتي حاجه غريبه جدا يعني، أنا مستغرب ان انا هعملها. طيب تعال نبدا بدارك نايت رايزز. ودارك نايت رايزز انا هحطه في المركز السادس مكان ميمنتو، وهنزل ميمنتو. ده دارك نايت رايزز. دارك نايت. تعمل ايه يا عمر؟ هو هيبقى هنا، في مكان ما هنا. هنفكر بقى، هو مش واحد، ما يتغيرش على انترستيلر لا. alright. 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 انا عارف انها مهمه صعبه. اوكي. انا حطيت دارك نايت في المركز الرابع، وحطيت انسبشن في المركز الثاني، وحطيت باتمان بيجنز في المركز الثالث، ودارك نايت في المركز الرابع. وعارف ان في كتير دلوقتي مش طايقني، بس لو في حاجة واحدة هغيرها دلوقتي، ممكن رأيي يتغير كمان سنة، فهي اني هحط معلش يا جماعة، انا هحط التلاتة دول جنب بعض مبدئيا. معلش. معلش هنرجع لهم. برستيج. برستيج هحطه في المركز الرابع. يس. يستحق حاجة زي كده. يستحق حاجة زي كده. فيلم حلو، آه، وفيلم شاطر. فيلم شاطر قوي، والخدع اللي فيه من غير ما احرق اي حاجة مش بس البلوت تويست، انما كمان الخدع اللي فيه آه، خدعة ممتدة. خدعة هتخليك تحس انا ازاي حصل فيا حاجة زي كده، ازاي اخدت المقلب دوت. مقلب محترم. مقلب محترم. خصوصا لما يعني تستنتج مع الوقت يعني ان انت كان ممكن تفهم كل شيء من بدري، بس شطارة المخرج هنا برفقة الكاتب وبرفقة الممثلين اللي فعلا أجادوا. برستيج من الأفلام اللي صعب تطلع لها غلطة. وتقييمي ليه إذا كان في المركز الرابع أو أعلى أو أقل معتمد على متعة الفيلم. أنا متخيل إن برستيج فيلم في المركز الرابع ممكن يكون مناسب ليه مبدئيا لحد ما نشوف هيحصل إيه. لسه في خناقة موجودة هنا فوق. وعن استحقاق، أنا شفته في السينما وسعيد أنا شفته في السينما. The Odyssey اللي موجود دلوقتي. والله The Odyssey مش أحسن تجسيد للأوديسيا أساسا. وأنا بحس إن هو أوبنهايمر 2. يعني هو كان محاولة تاني لإعادة إنتاج أوبنهايمر، زي ما كان تانت هو محاولة إعادة إنتاج لإنسبشن مع بعض اللمحات في القصة من انترستيلر، حاجة زي كده. فهو فيلم كويس، ولكن حتى مش هيكون أول فيلم أرشحه لا لكريستوفر نولان ولا للأفلام اللي بتغطي الأوديسيا، ولا الأفلام اللي بتعرض الأساطير الإغريقية. فيلم حلو، فيلم متعوب فيه، إخراجه كويس جدا، لكن ما ينفعش يكون في المراكز الثلاثة الأولى بأي حال من الأحوال. أنا هحطه دلوقتي في المركز السادس مبدئيا. في حاجات هتتغير كمان شوية، وهطلع دارك نايت رايزز فوقيه في المركز الخامس. بالنسبة لدانكيرك وتنت، أنا هنزل دانكيرك للمركز ال 11، أو ممكن أرحل حاجات تانية. هحط دانكيرك مع فولوينج، احنا قلنا كده كده مش هقيم فولوينج. تنت هينزل لل 11، اوبنهايمر للعاشر، انسومنيا للمركز التاسع، ميمنتو للمركز الثامن، ذا اوديسي كده في المركز السابع، دارك نايت رايزز في المركز السادس. وانا دلوقتي محتار ما بين الاربعه دول هنقسمهم ازاي من 2 ل5، لان انترستيلر بكل الروعه بتاعته، كل التعب بتاعه، كل المشاعر الجياشه اللي لسه مرافقانا لحد النهارده،
انترستيلر فعلا من افضل الافلام في تاريخ السينما. فيلم هو يعني السوان سونج بتاعت كريستوفر نولان. وكريستوفر نولان بعد انترستيلر مش هو كريستوفر نولان قبل انترستيلر بأي حال من الأحوال. آم، بالنسبة بقى للخناقة اللي موجودة هنا، alright، يعني ما حدش يزعل مني بقى في الموجود هنا. يعني انا نفسي ممكن الاقي نفسي اتغير الذوق بتاعي كل فتره بالنسبه لدول، ولكن هيبقوا بيلعبوا في نفس السكه دي. برستيج هيكون في المركز الخامس. بالنسبه للثلاثه الحلوين دولت الحلوين قوي قوي، alright، انا هحط باتمان بيجنز في المركز الثاني، اخر كلام. ودارك نايت ما زعلوش مني في المركز الرابع، وانسبشن في المركز الثالث، ولكن زي ما قلت النسبة متقاربة جدا جدا جدا. دارك نايت انا كنت مختاره قريب احسن كوميك بوك موفي، وكان متفوق وقتها على باتمان بيجنز. انا يعني انا بقيمه دلوقتي كفيلم سينما. و مع الوقت انا بشجع ان الناس ما تتفرجش على دارك نايت مره واحده، لازم تشوف باتمان بيجنز الاول. باتمان بيجنز لما تشوفه قبل ما تشوف دارك نايت بيفرق كتير، وده بيضيف لدارك نايت. دارك نايت من غير باتمان بيجنز مش هو نفس دارك نايت. اما باتمان بيجنز كستاند الون موفي هو فيلم رائع، فيلم هايل جدا. آم، مش متقن بنفس اتقان انسبشن، ولكن القصة بتاعته آه، فيها ما يمكن أن يشفع له. إذا كان في حاجة هعتذر لها في القعدة ديت فهي مش دارك نايت. أنا هعتذر لإنسبشن إن هو في المركز الثالث مش في التاني، وده كان شيء صعب. فولوينج زي ما قلت مش هو المركز الأخير، هو خارج المنافسة كده كده، ومن الظلم إن أنا أقيمه وسط كل دول. بقية الأفلام من حيث إن أنا أرشح للناس إن هي تشوف إيه، انترستيلر رقم واحد بلا شك، ما عنديش أي شك في دوت. باتمان بيجنز يستحق الإشادة بالمتأخرة جدا جدا جدا. انسبشن طبعا، دارك نايت، برستيج المركز الخامس. دول كده الخمسة الأوائل، ثم يليهم بعض الأفلام اللي فيها بعض العيوب ومتعددة المستويات، ولكن صعب إن أقول فيلم فيهم وحش. مفيش، صعب تلاقي فيلم وحش لكريستوفر نولان. هو جيد جدا، مخرج فعلا هايل يعني. ف... فده مش بيقلل من الافلام دي، انا بس بقول انها اقل من الافلام اللي حاططها في توب 5. فالمركز السادس دارك نايت رايزز، ذا اوديسي في المركز السابع في المتوسط تقريبا، ميمنتو في المركز الثامن. شطاره منه كريستوفر نولان القديم اللي هو بيقول لنا بصوا باقل امكانيات ممكن اعرف اعمل لكم ايه، فعلا عملنا فيلم لحد دلوقتي موجود في مركز محترم وسط الافلام بتاعته. انسومنيا فيلم طبعا برضو حلو، وكان اعاده اكتشاف لروبن ويليامز، باكد برضو على الحته ديت. انت بتشوف روبن ويليامز كما لم تشاهده من قبل. اوبنهايمر اكتر فيلم اوفر ريتد في القعده دي كلها. تينت يعني فرصه مهدره للاسف الشديد. دونكيرك هو اقل الافلام اللي ممكن ارشحها هنا. واسف انا طولت عليكم، وطبعا مستني اراكم في الكومنتات، ومحدش يتخانق معايا. شكرا ليكم، اشوفكم على خير.